ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. فقد العلماء من أكبر الكوارث وأكبر المصائب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بوفاة العالم وبوفاة الداعية يدفن معه علمه وفضله وهديه، وتنقص الأرض من أطرافها بوفاة أهل الفضل والعلم. وقد بلينا في هذه الفترة بفقد كبير ومصيبة كبرى، حيث توفي علينا أحد علماء إريتريا وقاداته البارزين في المجال الدعوي وفي المجال السياسي والوطني. وتناقل الخبر في وسائل الإعلام الإريترية وغيرها وفي الجروبات يثنون على هذا العالم الكبير والداعية المبارك رحمه الله، ألا وهو الشيخ أبو شاكر. وقد أصدرت رابطة علماء إريتريا تعزية بوفاة هذا الشيخ الفاضل في موقعها، أتلوه عليكم، ثم بعد ذلك نتناول السيرة العطرة لهذا الشيخ كأقل واجب نقدمه له، ونترحم عليه وندعو الله له في نهاية الحلقة إن شاء الله. وأهل الفضل والعلم لا يموتون بذهاب أرواحهم إلى الله عز وجل، وإنما تبقى أعمالهم ذاكرة لهم بخير، مسطرة لهم بخير، ونحسبهم والله حسيبهم ممن تركوا صدقة جارية، ولد صالح أو علم ينتفع به، رحمة الله عليهم. قالت رابطة علماء إريتريا: بقلوب راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره، تلقت رابطة علماء إريتريا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ محمد طاهر حمد شنقب أبو شاكر، والتي كانت صباح يوم الخميس الثامن من شهر صفر لعام 1445 الموافق 24 من شهر أغسطس سنة 2023 في القاهرة بجمهورية مصر العربية. ويعد الشيخ أحد علماء إريتريا، خريج الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود،
وهو أحد أبرز القيادات الإسلامية والوطنية، وكانت له إسهامات واضحة في العمل الإسلامي والوطني. تفتقده الساحة الإسلامية والوطنية بعد عطاء يقارب 35 عاما. نسأل الله تعالى أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. ونتقدم بخالص تعازينا لأسرته الكريمة، سائلين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يبارك في أبنائه، وتعازينا للشعب الإريتري خاصة وللأمة الإسلامية عامة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حول هذا الشيخ الفاضل رحمه الله رحمة واسعة، أستضيف باسمكم الكريم مشاهدي الأكارم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، بعد أن تلوت عليكم تعزية رابطة علماء إريتريا. وقد أيضا صدرت مجموعة من الأحزاب السياسية والمراكز العلمية والجهات المختصة في نبأ وفاة الشيخ، وعزوا أيضا بدورهم الأمة الإسلامية رحمة الله عليه وغفر له. وإلى حوارنا مع فضيلة الشيخ حسن سلمان. حياكم الله شيخ حسن. أهلا وسهلا مرحبا. حقيقة اطلعت على كثير من المعزين لوفاة أبو شاكر رحمه الله، ولم أكن أعلم أنه بهذه المكانة الكبيرة في أوساط الإريتريين وفي أوساط العلماء. وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في أرضه. لما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، ومرت الأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت عليها النار، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. وسرني حقيقة هذه الشهادات الطيبة المباركة لهذا الرجل المبارك رحمه الله أبو شاكر، وأرجو أن يكون كاسمه شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. فرأيت أنه من واجبنا كمسلمين تجاه علمائنا ودعاتنا ومشايخنا وأساتذتنا أن نخصص له حلقة على الأقل، إضافة إلى أني طلبت من بعض الإخوة أيضا أن يقوموا بترجمة سيرته العطرة والكتابة عنها، عن جهود هذا العالم الذي انتهى أجله في تاريخ 8 من شهر صفر رحمه الله تعالى. فلذلك قمت حقيقة بهذه الحلقة، واستدعيتكم واستضفتكم وأنتم صديقا له. شيخنا الكريم، حدثنا عن شيخ أبو شاكر أولا في حياته من الميلاد إلى فترة الطفولة وما بعد الطفولة، من فترة التعليم إلى مرحلة الثانوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في مثل هذه المصائب ومصيبة الموت تحديدا ليس أمام الإنسان إلا أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر لأخينا بشاكر محمد طاهر شنقب، ويرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وأقربائه وشعبه وأمته الصبر وحسن العزاء. كما لا يفوتني حقيقة في هذا المقام، وخاصة نحن في أسبوع واحد من الخميس إلى الخميس مرت أيضا وفيات كثيرة، ولكن نعزي أيضا فضيلة الشيخ المناضل والمجاهد الشيخ عمر حاج إدريس في وفاة زوجه أم جمال رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها ورحمها. نعزي أبنائها جمال، ونعزي كذلك أخونا نبيل وأختنا نبيلة، الأسرة جميعا. حقيقة هذا أيضا واحد من الفقد، لأن هذه المرأة أيضا عرفت حقيقة منذ تاريخ الثورة، منذ بدايات جبهة التحرير، بأنها كانت تعرف بأم المناضلين لاستقبالها للمناضلين. فمن منصة سلام نعزي الشيخ أبو شاكر، ونعزي كذلك
يعني عمنا أبو جمال رحم الله زوجه رحمة واسعة. حقيقة بالنسبة لأخونا أبو شاكر هو من الشخصيات كما تفضلت الذي لا يحرص كثيرا على الأضواء، فهو دائما تجده يعمل في الخفاء أكثر من أعمله في الضوء وفي الظهور، يعني ليس من الذين يحرصون كثيرا على الأضواء كما هي حالة كثير من الناس للأسف الشديد وخاصة السياسيين. فهو كثير الصمت قليل الكلام، يا سلام، لكنه كثير العمل، مقدام، شجاع، صابر. يعني أبو شاكر إذا أردت أن تبحث عنه فقط ابحث عنه في المناطق التي تكون فيها مغامرات، تكون فيها مسائل تتطلب التضحية، تتطلب الفداء، يتطلب الحضور والفاعلية، تتطلب خدمة الناس. يعني حقيقة أبو شاكر رغم أنه تبوأ مواقع عديدة جدا في العمل الوطني والعمل الإسلامي، لكن طيلة هذه الفترة لا أعرف أنه تغير في مسيرته في تعامله مع الخلق. يعني ارتقى في كثير من المواقع، ربما من بلغها كان يتوارى عن الناس ويحرص أن لا يكون في الواجهة، لكن أبو شاكر عليه رحمة الله كان إلى لحظة وفاته هو على كل يعني في خدمة الجمهور وفي خدمة الناس. يعني ببساطة شديدة جدا لو اتصل عليه أبسط مواطن من المواطنين الأريتريين، والله أنا في المطار احتاج استقبال، تجد أبو شاكر يمكن أن يذهب بسيارته إلى المطار ويخدمه ويوصله دون أي شعور بأنه والله هذا لا يليق به. فحقيقة الرجل فيه سمات لا أكاد أقول أنه ممكن تتوفر في كثير قد لا تتوفر في كثير من الذين ربما عاصرناهم وعرفناهم. فأبو شاكر هو رجل منذ طفولته طبعا هو من مواليد مدينة منصورة، وأسرته طبعا أسرة كرنية الشنقب من الأسر الكرنية المعروفة، ولكنها سبحان الله تجولت، يعني لم تكن مستقرة فقط في كرن بل تجولت في إقليم عنسبة وتجولت كذلك في بركة، ثم بعد ذلك أيضا قبل أن يرتحلوا أو ينتقلوا إلى السودان انتقلوا إلى مدينة أم حجر. ومن الأشياء اللي سبحان الله كانت لافتة، أبو شاكر حضر. أين ولد أبو شاكر؟ هو في مدينة منصورة. ولد في منصورة، ولكن بعد ذلك انتقلوا إلى أم حجر، وفي أم حجر حضر مذبحة أم حجر. يعني أبو شاكر هو بقايا مجزرة، بقايا مجازر الأثيوبيين. وأذكر أنه حكى لي يعني بنفسه كيف أنه سبحان الله جمع الناس جميعا وهو كان وقتها طفل صغير، وقال جمعونا جميعا في ميدان ثم بدأ الرشاش يحصد الناس، فمات من مات وفر من فر، وهو كان من الذين سبحان الله نجاه الله. ويقول سنة كم كان هذا؟ هذا الكلام في الستينات، يعني قبل أن يدخل إلى في الستينات، الفترة اللي بدأت فيها مذابح الأثيوبيين، اللي هو في عهد هيلة سلاسي. نعم في عهد هيلة سلاسي. عليه الله ما يستحق. الشاهد أبو شاكر نجا على كل سبحان الله، ويقول بأنه ذهب يتيه في الجبال ولفترة طويلة، ويقول سبحان الله يعني كانت الأقدام، لأنه ما قال يقول خربت حافيا وأنا طفل صغير، فلما وصلت إلى الجبل يقول وجدت أن قدمي من أسفل كلها شوك، يعني تحول القدم تحولت إلى كتلة من الأشواك. فعلى كل بعد أم حجر طبعا وبعد مذبحة أم حجر والتي غير واضح توفي فيها من توفي، على كل من الذين لجأوا بعد ذلك إلى السودان، ودخل إلى السودان. وأول ما كانت تعليمه على كل يعني التعليم الرسمي، طبعا عنده موضوع القرآن الكريم وقراءة القرآن، هذه معروفة أن في إريتريا الواحد يبدأ فيها من طفولته، لكن كانت بدايات وباكورة تعليمه الرسمي كان من خلال معاهد أصحاب اليمين. يعني هو من الناس اللي قروا في معاهد أصحاب اليمين، وقروا كذلك في معهد القربة برضو في مدينة القربة السودانية. ومن مدينة القربة يعني كان أتيحت الفرصة له للحصول على منحة مراكز أصحاب اليمين أو معاهد أصحاب اليمين بقيادة فضيلة الشيخ محمد صالح اللي هو والد الشيخ جلال الدين محمد صالح. فالمنحة التي على كل حصل عليها الشيخ أبو شاكر هي عن طريق والد الشيخ جلال الدين. البروف عنده معرفة بأبي شاكر؟ طبعا ما في كلام، يعرفه جيدا. اتصلوا يا شباب بالبروف جلال لعله يتداخل معنا، هو من الناس اللي فعلا يعني. ثم كان بداياته التعليمية طبعا في القصيم
في عنيزة، وكان ممن أيضا صاحب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. درس على ابن عثيمين، درس على الشيخ ابن عثيمين، وفي جامعة كذلك الإمام. على كل هو في الفترة هذه استطاع أن يحصل ما كتب الله سبحانه وتعالى له من العلم، سواء كان العلم على يد المشايخ في عنيزة أو على يد أيضا الجامعة بشكل رسمي في جامعة محمد بن سعود. ثم بعد ذلك أبو شاكر بعد التخرج لم يكن من الذين حرصوا على البقاء في المملكة العربية السعودية. يعني أبو شاكر كان من الناس اللي مباشرة حقيقة حرصوا أن يلتحقوا بالعمل الإسلامي في إريتريا. وهو طبعا أيضا حتى لا أنسى من الذين أيضا كانوا التحقوا قبل تأسيس الحركة الإسلامية الإريترية في تطورها الأخير، كان من الناس اللي التحق بعضوية الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. فكان من المرحلة الطلابية وهو في الجامعة ملتحق بالاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. ثم لما جاء إلى السودان صادف مجيء الأخ أبو شاكر إلى السودان التحركات الأولى في 89، تحركات الأولى لتأسيس حركة الجهاد الإسلامي الأريتري في ذلك الوقت، وكان من ضمن الذين أسسوا، كان في لجنتها التحضيرية من الشخصيات اللي حقيقة اجتمعنا سويا في تلك المرحلة. ومنذ ذلك التاريخ أبو شاكر لم يفارق يعني الساحة الوطنية الإريترية والساحة الإسلامية الإريترية حتى التحق بربه، فظل سبحان الله طيلة حياته منذ لحظة التخرج، وتخرج ومباشرة ما ذهب إلى حياته الخاصة، التحق مباشرة بالعمل الوطني الإريتري، ثم دخل في مؤسسات رسمية، وظل سبحان الله منذ فترة بدايات التأسيس اللي فترة الشيخ عرفة، وكان من القيادات التي تولت العمل التنفيذي مع الشيخ عرفة عليه رحمة الله، وأنت ماشي إلى أن التحق بربه، ظل على كل هو في مواقع. رأيت بعض الأحزاب كتبوا واستشهدوا بقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. كيف ترى انطباق هذه الآية في أبي شاكر؟ حقيقة أبو شاكر يعني يكاد سبحان الله من الذين من خلال معرفتي بهم ما رأيته يوما فكر لذاته أو لشخصه أو لوضعه الخاص، مع أن الإنسان سبحان الله كثيرا ما تعتريه لحظات الضعف دائما، وكل ما تقدم به السن كل ما يضعف، لكن أبو شاكر ظل سبحان الله في طيلة مسيرته الحياتية هو حريص على نصرة المظلومين وعلى تحقيق العدل وعلى بناء الدولة الوطنية التي تقوم على العدل وعلى الحرية وعلى الكرامة. وكما ذكرنا يعني عانى كثير في هذه المسيرة الطويلة، فهو حقيقة يمكن فعلا أن نقول دون أن نزكي على الله أحد، يمكن أن نقول بأنه من الذين صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه. يا سلام. صدقوا الله ما عاهدوا الله. يا سلام يا سلام. طيب شيخنا الشيخ حسن، دراسته الجامعية والدراسات العليا هل كان له وجود في هذا، وهل له مؤلفات في هذا المجال؟ هو طبعا الدراسة الجامعية هو درس كلية الشريعة من حيث تخصصه، يبدو كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود. بعد ذلك حقيقة أبو شاكر لم يتفرق للجانب العلمي إلا في وقت متأخر. في وقت متأخر حصل على الماجستير تقريبا من بعض الجامعات الماليزية، وهنا يبدو له على كل بحوث في هذا الاتجاه إن لم تكن منشورة. لكن أبو شاكر سبحان الله من أوائل الذين كانوا يكتبون القصة ويكتبون الرواية في مجلة الغرباء، يعني قلم سيال جدا من وقت مبكر يعني، وخاصة عنده الخيال ومسألة القصة ومسألة، فكان أذكر عنده مجموعة من القصص القصيرة التي كان يكتبها في مجلة الغرباء. وكان وقتها أنا أذكر يعني نحن لم نكن حينها يمكن حتى نضع كما يقولون، لم تكن لنا القدرة على الكتابة ولا على لكن أبو شاكر من ذلك الوقت من صحيفة الغرباء في 85 86 هو كان من كتابها الأوائل ومن من نشروا فيها، وعرف حقيقة بقدرته الخطابية في الوقت الذي أيضا كان يعرف بقدراته الكتابية. جميل. شيخ حسن، كتب الكاتب الكويتي يوسف عبد الرحمن كلاما جميلا عن الشيخ أبي شاكر، ولخص في النهاية قال: إذ أرثي الأخ محمد طاهر حمد موسى شنقب أبا شاكر نتضرع للمولى عز وجل أن يتقبله في عليين، وأعزي أسرته الكريمة داخل إريتريا والمهجر
لأنه بلا جدال أحد رجال ورموز مدينة كرن العريقة التي اشتهرت بالتدين والأخلاق. ويقول: العزاء لإخوان الإريتريين في كل مكان وزمان في هذا الرمز الذي رحل صابرا ومثابرا، فيا رب اغفر له وارحمه بقدر ما ساهم وقدم وبذل من أجل إريتريا الحرة، وعلينا جميعا الدعاء له عند مليك مقتدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. برأيك ما الذي جعل كاتب كويتي مثل هذا يكتب عن الشيخ أبي شاكر؟ حقيقة أبو شاكر في الآونة الأخيرة أخذ صيتا واسعا، خاصة بعد ما انتقل من المحيط الضيق إن صح التعبير، المحيط الإسلامي الخاص كحركات إسلامية أو كذا، وانتقل إلى أن يقود شيء اسمه المؤتمر الشعبي الإريتري، ثم تصدر بعد ذلك منذ تأسيس التحالف الديمقراطي الإريتري في سنة 2000، ثم انتقل بعد ذلك إلى المجلس الوطني الإريتري. ظل الرجل على كل يتقلب في مواقع أوسع في تقديري من الحالة الخاصة، وبالتالي خاصة هو تصدر مسؤول الخارجية تقريبا في المجلس الوطني أكثر من مرة، فهذا أعطاه طبعا صورة، أعطاه على كل سمعة وصدى أوسع من المحيط فقط الإريتري أو المحيط الإسلامي الخاص. أضف إلى ذلك بأن الأخ أبو شاكر أيضا من خلال وجوده في داخل الحركة الإسلامية أيضا له كان تحركاته وله صلاته وله علاقاته، وكذلك كان يلتقي بكثير من المسؤولين خاصة في منطقة الخليج، وبعضهم أيضا يعرفه من خلال ظهوره في القنوات الفضائية، وخاصة من أشهر من أجرى لقاءات تقريبا عميقة وقوية في قناة الجزيرة هو أبو شاكر. يعني أنا لا أكاد أذكر شخصية غيره ربما أتيحت لها فرصة لقاء مقابلة كاملة يتكلم فيها كشخص له رمزيته وله وضوح طرحه الواضح. فأبو شاكر كان من الشخصيات التي أخذ الصدى كما تفضلت صدى واسعا. أضف إلى ذلك ستجد ربما في فترة من فترات أبو شاكر أتيحت له أيضا فرصة التنقل في أوروبا، وتجول في أكثر من دولة أوروبية، والتقى بالكثير من المسؤولين، والتقى كذلك بالكثير من القواعد الأريترية. عجيب. وما قدم لجوء؟ لا، الغريبة رجع، الغريبة أخذ شهر وعاد. رجع. لا أقول لك ما قدم لجوء ولا أخذ الجنسيات الأوروبية ولا تأثر بها. أخذ فترة في ألمانيا وتجول في هولندا وجاب هذه المنطقة السويد وغيرها، ثم عاد بعد ذلك إلى السودان، يعني طبعا بالجواز السوداني. بالجواز السوداني. نعم. فأبو شاكر حقيقة شخصية يعني واسعة الصيت، واسعة الانتشار، واسعة السمعة. أضف إلى ذلك برضو خلينا ندخل على نقطة قد تكون مهمة، ونعزي أيضا الطرف الزوجة اللي هو زوجته، اللي هي زوجته أم عرفان وأم ماهر. كم زوجة عنده الشيخ؟ وله زوجتان. له زوجتان، لكن الزوجة الأولى كلاهما من إريتريا؟ لا، واحدة إريتريا والأخرى غير إريتريا. لكن الزوجة الإريتريا تحديدا، هل لنا أن نعرف الجنسية أو؟ نعم، الزوجة الثانية كانت زوجة مصرية. أيوة. زوجة مصرية. شفتك أخفيت الجنسية يعني. لا ليس إخفاء، ولكن طيب. هي كان متزوج زوجة مصرية وزوجة إريترية. سبحان الله، بالنسبة لزوجته الأولى طبعا سيتفاجأ كثير من الناس، هي أخت تقريبا محمد سعيد باري اللي هو كان مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الشعبية في أخته تماما يعني. سبحان الله. أيوة، أخته. فهي من عائلة باري. فأبو شاكر تقريبا جمع ما بين عائلة باري، عائلة آل باري وآل شنقب، وكلها طبعا من الأسر الكرنية المعروفة ولها سمعتها ولها على كل وضع. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا نعزيهم حقيقة من هذا، نعزيهم كما نعزي آل شنقب. طيب شيخنا، حدثنا عن سفرياته ورحلاته. احنا وافته المنية في القاهرة، قبلها أين كان؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله، كان غالب حياته أعتقد في السودان. حدثنا عن رحلاته وتنقلاته الرسمية. نعم. أبو شاكر كما ذكرت يعني في البداية، أغلب أوقاته وأغلب إقامته كانت في السودان، وخاصة منذ تقريبا 88 أو 89 وهو تبوأ مواقع في الحركة الإسلامية والوطنية إلى اللحظات الأخيرة. عموما لم يفارق السودان يعني، لكن في الآونة الأخيرة من سنة 2000 تقريبا، سنة 2000 ظل أيضا له وجود بكثرة في إثيوبيا،
باعتبار أن المعارضة كانت تنطلق من أثيوبيا وكان لها مكاتب هناك. وأبو شاكر ارتبط لفترة طويلة جدا بالتحالف الديمقراطي الإريتري والمجلس الوطني كذلك الإريتري. فعلى كل ظل في إثيوبيا لفترة أيضا ليست قصيرة. من 2018 طبعا الأخ أبو شاكر يعني المرض هذا اللي الآن يمكن كان سبب في وفاته لم يكن يعني مرضا طارئا، ولكن المرض طال معه لفترة لا يعني ليست قصيرة. بماذا كان مريضا رحمه الله؟ هو طبعا كان عنده السكر، ثم حصلت له إصابة في رجله، ثم حصلت له تطور في بعض الجوانب على كل النفسية أيضا حصل له في 2018 2019 حصل له بعض الوضع النفسي حصل فيه تدهور، لكن تحسن على كل في الآونة الأخيرة الحمد لله. تمت المعالجات وتم كذلك. حصل طبعا للأسف الشديد بعد 2018 لما حصل اتفاق السلام بين إثيوبيا وبين إريتريا، أوضاع المعارضين كلهم تقريبا حصلت فيها إشكالات، ومن ضمنهم الأخ أبو شاكر حصلت إشكالات في أوضاعه خاصة في إثيوبيا. ولكن يعني الحمد لله تم بفضل الله عز وجل معالجة هذا الموضوع، وأخرج من إثيوبيا إلى السودان، ثم ذهب بعد ذلك إلى الفترة اللي خرج فيها. طبعا لم يكن أولاده في السودان لأنه الأوضاع في السودان بعد 2019 حصل فيها تدهور، كانوا قد سبقوه يعني. كانوا قد سبقوه. أضف إلى ذلك طبعا أيضا نسابته من مصر أيضا موجودين، يعني الأسرة الثانية اللي كانت معه أيضا مصر، فدخوله إلى مصر لم يكن فيه إشكال كبير. ذهب إلى مصر أولا للذهاب إلى أسرته الكبيرة، ثم أيضا لتزور أسرته كذلك الصغيرة أهلها، ثم أيضا يعني يجري بعض الفحوصات وبعض المعالجات في جمهورية مصر العربية. طيب شيخنا الشيخ حسن، نريد أبرز المواقف العامة باعتبارك أنت طبعا كم سنة صاحبته شيخنا؟ أنا أوائل معرفتي به تقريبا من 87، وإن كان عن بعد كنت أعرفه، لكن الصحبة المباشرة من 87 يعني. نعم. سنوات حقيقة. نعم. بعيدة. نعم. إن شاء الله. نعم. طيب أبرز المواقف. وأيضا جاورته، يعني أنا من الناس اللي اقتربت من أبو شاكر بسبب أيضا الجوار، يعني كنا ساكنين في منطقة واحدة لأكثر من مرة يعني. إيه. طيب إذا أبرز المواقف العامة شيخنا. والله أبو شاكر مواقفه كثيرة حقيقة يعني، لكن لو أردنا أن نقول المحطات الكبرى. بماذا اكتسب هذه المحبة، محبة قلوب الناس؟ ما الذي بينه وبين الله؟ نعم، أبو شاكر أول خلينا أجي على المحطات. يعني المحطة الأبرز أنا في تقدير التي يعني صحبت فيها الأخ أبو شاكر كانت المحطة الأولى هي تأسيس الحركة الأولى سنة 89، حيث كان من أوائل الذين شاركوا فيها وأسهموا فيها وتصدروا فيها كما ذكرت مواقع قيادية في ذلك، وبالتالي ارتبط لدى كثير من الناس تقريبا هذه الصورة الذهنية، ارتباط الناس بالحركة الإسلامية وارتباطها بشخصيات التأسيس، وأبو شاكر كان واحد من هذه الشخصيات اللي على الأقل اكتسبت. الجانب الثاني أيضا أبو شاكر طوال فترة الحركة تولى أيضا ما يعرف بجهاز المعلومات أو الجانب الأمني في الحركة، وكان هذا أيضا يعني له فيه حقيقة إنجازات كبيرة وكثيرة جدا، يعني حيث في ماذا؟ في جنب الحركة كثير من المزالق وكثير من الاختراقات وكثير من الإشكالات اللي كان حقيقة دائما الحركات تستهدف من خارجها. أبو شاكر كان من الذين ذكرت أنه دائما عناصر التي تتولى مثل هذه المهام معرضة في نفسها وفي ذويها، لكثير من المخاطر، لكن أبو شاكر بفضل الله سبحانه وتعالى كان موفق في ذلك وطور نفسه في هذا الاتجاه، بالرغم من أنه هو خريج دراسات شرعية، لكنه سرعان ما استطاع أن يكتسب خبرة كبيرة وواسعة جدا في مجال الأمن والمعلومات والتعاطي مع هذا الاتجاه. فأنت أمام شخصية أيضا خبرت كيف تتعامل مع العدو لفترة طويلة جدا في كل مسيرة الحركة، وهو هذا الجانب يمكن كان له فيها أيضا دور كبير جدا، وربما أكثر حياته قضاها في هذا الملف يعني وبالتالي هو خبير كما يقال في هذا الاتجاه الخاص بالجانب بتاعت المعلومة. أيضا من الشخصيات اللي لها كان قدرة ومساهمة فيما يتعلق بمجال
بناء العمل الشعبي في الحركة الإسلامية. لما أسس المؤتمر الشعبي الأريتري كان من أوائل الذين ترأسوا هذا الاتجاه ولسنوات طويلة جدا، وكان بصحبته الأخ علي سليمان محمد، ونسأل الله أيضا أن يحفظه ونحييه من هذا المنبر ونعزيه كذلك في وفاة رفيق عمره ورفيق دربه. فكان أبو شاكر والأخ علي سليمان عرفوا كذلك بالعمل الشعبي بدءا من الهيئة الشعبية لوجهاء وأعيان إريتريا، ثم تطور بعد ذلك إلى المؤتمر الشعبي الإريتري. فأبو شاكر أيضا كان من الشخصيات اللي لها صدى على كل في هذا الجانب من حيث التأسيس في هذا الملف. أضف إلى ذلك أبو شاكر أيضا كانت له مساهمات وظهور بارز كما ذكرنا في كثير من المؤتمرات الخارجية خاصة في أوروبا، حيث شارك في أكثر من منصة وأكثر من زيارة في أعمال ومناشط عامة. أضف إلى ذلك وجوده في التحالف الديمقراطي كان وجود مؤثر وحاضر. أضف أخيرا كان أيضا مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي في المجلس الوطني الإريتري. حقيقة من المحطات اللافتة التي طيب جميل، سنواصل معك شيخ حسن. لدينا تسجيل من أبي عمار، نستمع إلى تسجيل أبي عمار إسماعيل عمار جزاه الله خيرا عن شيخنا الشيخ أبي شاكر رحمه الله تعالى، كما أرسلت الحمد لكم لله أيضا صورة. نعم. وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، وبعد. المستمعون الكرام، كان الفقيد الشيخ محمد طاهر شنقب أبو شاكر فقيد الوطن من الذين امتازوا بالعلم الشرعي، ومن الذين امتازوا بالحنكة، ومن الذين برعوا في العمل السياسي العام على مستوى الوطن. كان رحمه الله صاحب خلق، كان رحمه الله صاحب أخلاق عالية ومقدرات على الإقناع وعلى التواصل. كان يمتاز بالتواضع وبالخلق الحسن. كان يهتم بالتفاصيل، يهتم بإخوانه، يهتم بقضايا أمته. كان عندما نلاقيه بين الفترة والأخرى يسألك عن معارفه وعن أصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله بالقبول الحسن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخوانه وأهل وطنه جميعا، كي تتحقق أمنياته في حرية وانعتاق هذا الوطن. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لحبيبنا وشيخنا أبي عمار. نعم، هذا هو الشيخ أبو شاكر رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. وسبحان الله، بعد موت الأبطال والأسود تظهر سيرهم العطرة ويترحم الناس عليهم، وهكذا يرفع الله عز وجل من شاء في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى، فأنعم وأكرم. طيب نواصل الحديث شيخ حسن في أيضا المواقف التي مرت بحبيبنا الشيخ أبي شاكر رحمه الله، التي تبرز فعلا عن شجاعته، عن أخلاقه، عن يعني علمه، وعن صمته وهديه. نعم. أبو شاكر كان ذكرت أنه موضوع المواقف البطولية كثيرة جدا. حقيقة أبو شاكر يمكن كل من اقترب منه وعرفه يعرف تماما أنه رجل يتسم بالشجاعة بشكل كبير جدا. يعني كثير من المواطن التي سبحان الله الواحد كان يتعجب كيف أنه يعني أحيانا أذكر سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا اشتد البأس للشجاع منا للذي يحاذي به. وكان أيضا يعني يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعوا صوتا في المدينة يجدون الناس وهم يخرجون يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ المكان الذي فيه خطر ويعود يطمئن الناس. فأبو شاكر حقيقة كان من هذا النوع بحكم وضعه وبحكم اختصاصه. وأنا اللي ذكرته أنه دائما سبحان الله هو كان في مواطن خطر وفي مواطن الإشكالات. ولك أن تتصور أيضا سبحان الله عاش حتى في أيامه الأخيرة في وضع صعب جدا، في ظل ربما أيضا هيمنة النظام في الآونة الأخيرة على إثيوبيا، والعلاقات مع إثيوبيا كانت مؤثرة جدا. لكن ظل الأخ جزاه الله خير يعني صابر ومحتسب ويعمل جاهدا حتى اللحظات الأخيرة يعني.
فأما محبته لإخوانه ووقفته مع إخوانه، أنا حقيقة يمكن أذكر فقط موطن أو موقف بسيط جدا لعلي ما ذكرته من قبل. يعني أنا مررت بمرحلة أو فترة من السجن، في فترة من الفترات قضيت غيبة عن أهلي وأنا سجين، فكان أذكر الأسر يذكرون لي بأنه عليه رحمة الله وكان يرسل زوجته يعني ليلا ويعطيهم من الطعام ويعطيهم من الأشياء، يقول لهم اذهبوا إلى أولاد أبو البراء فإنهم في حاجة. فسبحان الله لما جئت كان يعني أذكر يعني يقولوا لي والله موضوع الأكل والشراب الحمد لله ما كان عندنا مشكلة. ليش؟ لأن أبو شاكر يقولوا كان بالليل بيحاول يرسل لنا ما تيسر وكذا. يا سلام. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. يعني الرجل صراحة كان عند الله. وإلى اللحظات الأخيرة تقريبا يعني العلاقات الأسرية أيضا كانت عميقة وكانت يعني كبيرة جدا. نعم. طيب، هذا في المجال يعني مواقفه رحمه الله وأياديه البيضاء، لكن لا زلنا نحتاج إلى يعني كيف حصل رحمه الله هذه الشعبية وهذا الحب من المؤمنين له. يعني نريد مزيدا من المواقف شيخ حسن. يعني أنت ذكرت لنا أنه كان شجاعا، أعطينا موقف من المواقف، وذكرت لنا أنه كان طويل الصمت قليل الكلام، وذكرت لنا أنه كان متواضع جدا. نعم. نريد مزيدا من المواقف ولكن بعد مداخلة البروف جلال. مرحبا سعادة البروف جلال الدين محمد صالح. أثناء حديثنا عن سيرة الشيخ الراحل أبي شاكر رحمه الله تعالى ذكرنا اسمكم الكريم، ودرج من الحديث أن كان لكم مواقف جميلة مع أبي شاكر رحمه الله. تعليقكم سعادة البروف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله المشايخ الأفاضل. إنها لجلسة سعيدة وأنا أتابع فيها الآن. والمجاهد الشيخ أبي شاكر مع محمد طاهر حمد موسى شنقب من المجاهدين والمناضلين الأشاوس الذين عرفتهم الساحة الإريترية. وقد تحدث الدكتور حسن بما فيه الكفاية عن هذه الشخصية، وهي فقد لساحة الدعوة الإسلامية وفقد لساحة العمل الوطني وفقد لكل من يحمل هم الإسلام في الساحة الإسلامية بشكل عام. الشيخ أبي شاكر كما ذكر الدكتور حسن من أبناء كرن أصلا، وإن ولد في منطقة منصورة في بركة في غرب إريتريا، فأسرته معروفة في كرن، وأنا أعرف أعمامه وأبناء أعمامه، والأسرة مشهورة في كرن ومعروفة ومن العوائل البارزة في هذه المدينة. شارك في العمل الإسلامي مبكرا كما ذكر الدكتور حسن سلمان، وعملنا معا في الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا. وكما ذكر الدكتور حسن كان من الذين يكتبون القصة القصيرة في مجلة الغرباء. وبعد ذلك كان تواصلي معه مستمرا من خلال مجلة الغرباء، ثم من خلال الاتحاد الإسلامي لطلبة إريتريا الذي جمعنا معا، ثم بعد ذلك الحركة الإسلامية الإريترية، حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، ثم بعد ذلك العمل الوطني المعارض، إذ التقينا في أديس أبابا مرارا. وهو شخصية
بشوشة كما ذكر عنه الدكتور حسن، يسارع إلى خدمة الآخرين ويبتسم كلما قابل أخاه، وهي صدقة جارية له بإذن الله عز وجل، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. هذا هو الأخ محمد طاهر حمد موسى شنقب. نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء والصالحين، وأن يضاعف له الحسنات ويتجاوز عن السيئات. وعبر قناة سلام وعبر هذا البرنامج قضايا إريتريا أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة، الأسرة الصغيرة آل شنقب، أولا في كرن وفي القاهرة وفي المملكة العربية السعودية وفي السودان وفي أوروبا حيث يوجدون، وفي أمريكا أيضا إن لهم فرعا من أبناء أعمامه في أمريكا. وأعزي عائلته وأسرته الكبيرة، وهي الأسرة المسلمة في إريتريا وخارج إريتريا. وأعزي أيضا الأسرة الوطنية التي شاركها الهم الوطني وشاركته الهم الوطني أيضا، وعرفته عبر هذا العمل، وجسد قيم الإسلام السامية في تعامله مع غيره وفي طرحه للفكرة الإسلامية ونظرتها لتعقيدات الحالة السياسية في إريتريا رحمة الله عليه. أعزي أيضا أسرة زوجته وأبناءه وكل من له به صلة قرابة أو صداقة أو جوار، رحمة الله عليه ورحم موتانا وبارك في نسله وفي أحيائنا وفي عملنا الدعوي. وهذا ما يمكن أن أقوله في هذه الشخصية التي فقدتها الساحة الإسلامية والوطنية في إريتريا. جزاكم الله خير سعادة البروف على هذا التعليق الجميل وعلى هذه الكلمات الطيبات لأبي شاكر. أنتم شهداء الله في أرضه، ونسأل الله تعالى أن تكون قد وجبت له الجنة، وأن يجعل الله عز وجل قبره روضة من رياض الجنة. أكرر شكري وتقديري لمعالي الشيخ البروف جلال الدين محمد صالح، شيخنا وتاج راسنا حبر إريتريا وترجمانها. شكرا لكم. بارك الله فيك، جزاك الله خير وتقبل الله من الجميع. شيخ حسن، هل يعني ذكر أحد من يعني دعاتنا وعلمائنا رثاء لأبي شاكر من أبيات أو شيء؟ هل مر بك؟ لا رثاء حتى الآن ما مر بك يعني كشعر، لكن في من كتب عنه مقالة. أعتقد الشيخ محمد أحمد صالح يبدو لي أول من كتب عنه، وهو أيضا رفيق دربه وعاش معه وعاصره، ومن الذين يعرفونه أكثر من غيرهم، فنعزيه أيضا من هذا المنبر الأخ أبو سهيل. نسأل الله يغفر له يعني الأخ أبو شاكر، ويلهم رفقاء جميعا الصبر. يعني حقيقة في نقطة مهمة جدا سبحان الله، يعني لماذا ظل الناس يحبون الأخ أبو شاكر؟ أبو شاكر يتصف كما ذكرت بكثرة الصمت وطول الصبر مع قوة الشخصية وشجاعتها. ما شاء الله. يعني سبحان الله، أبو شاكر ليس طاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الله أكبر. لا يكاد أبو شاكر يحكى أنه آذى شخصا بكلمة. يعني هو أحيانا يرد ردودا قوية على من يخالفه، لكن بكل أدب وبكل احترام حتى يشعر الطرف الآخر بأنه فعلا هذا رد طبيعي على فكرة وليس على ذات الشخص. هذه طبعا في العمل الوطني مهمة جدا. أنا أعتقد أبو شاكر واحدة من القضايا التي جعلته بل حتى في العمل الإسلامي. نعم، نقطة التقاء أن الرجل يعني طيب اللسان، هذه نقطة مهمة جدا. الجزئية الثانية، أبو شاكر عرف بزهده. يعني يمكن الآن أن نجد أسرته
تركها في العراء هكذا. أنا حسب ما أعرف أبو شاكر ليس ممن كان تفكيره مطلقا تفكيرا في جمع المال ولا في أن ينال، ولو أراد ذلك كما تفضل. يعني أسرته ما شاء الله ممتدة من بين أستراليا إلى أمريكا، وكان يمكن ببساطة أن يعني وأكبر دليل أنه دخل أوروبا وخرج ولم يقدم لجوءا. نعم. فالرجل على كل اتصل تعامل كثير من الناس مع الأسف. نعم. فأبو شاكر كان زاهدا ويعني حياته كانت بسيطة جدا، يكتفي بالقليل منها، ولم يكن ذاك الشخص، مع أنه في نفس الوقت أيضا سبحان الله شخصية مهندمة كما يقول. يعني أبو شاكر يهتم جدا بمظهره في شخصيته، منذ أن رأيناه هو شخص سبحان الله رغم بساطة ما عنده، لكنه يظهر في أفضل وأفخم. إن الله جميل يحب الجمال. سبحان الله، هذه ظلت صفة أيضا ملازمة لأبو شاكر. يعني كانت فهو رجل زاهد، وهو رجل شجاع، وهو رجل أيضا حافظ وطيب اللسان، وهو رجل أيضا مضحي وخدوم. يعني تجد وقته كله في خدمة الناس. والله أحيانا كنا نعجب إنه حالة ضعيفة، مش الوجاهات الكبار، لا، أسرة ضعيفة ممكن إذا استعانت به في شيء تجد أبو شاكر في خدمتها حتى ينهي لها أمرها. يعني رحمه الله. أريدك أن تعلق على هذه الرسالة أرسلها لي الدكتور إدريس موسى أبو الوفا، أحييه من هذا المنبر شيخنا وتاج راسنا وقبلة على رأسكم الكريم الدكتور إدريس أبو الوفا، حياكم من إدريس موسى. كتب قال لي: الساعات الأخيرة من حياة الشيخ أبو شاكر رحمه الله، كان الشيخ في الساعات التي سبقت وفاته في أنشط حالة، حيث قام لصلاة الفجر نشطا، فأذن ثم أقام فصلى الفجر، ثم جلس على كرسيه وطلب المصحف وظل يقرأ القرآن بصوت جهور، ثم طلب تناول الفطور مع أبنائه بخلاف العادة، ثم صلى ركعتي الضحى، ثم طلب منه أن يرتاح في السرير، لكنه أصر أن يجلس على الكرسي وظل يتلو القرآن بصوت جهور حتى ضعف وخف صوته وارتخت أطرافه، فأخذوا منه المصحف ونقلوه إلى السرير، حيث فاضت روحه الزكية إلى بارئها. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هكذا كانت آخر لحظات حياة هذا الشيخ الفاضل. تعليقكم الكريم شيخ حسن. هذه على كل إن شاء الله من الإشارات الطيبة. وكما يقال يعني سبحان الله، من عاش لله قائما ينال نفس الميتة أيضا. فأن أبو شاكر عاش لله قائما وعاش لله سبحانه وتعالى، نذر حياته كلها لأمته ولشعبه ولدينه. سبحان الله، كثير من الناس لما سمعوا وفاة الأخ أبو شاكر تصوروا بأنه ربما مات في لحظة غيبوبة من المرض، وأنه عاش فترة في المستشفى وعاش هذه اللحظات ثم سحبت منه هكذا الصورة الذهنية سبحان الله اللي ممكن يتصورها الإنسان، الذي يقال لك فلان ذهب إلى القاهرة للعلاج وكذا، وبعد فترة تسمع وفاته. لكن هذه الصورة سبحان الله تكاد تكون صورة مغايرة جدا، وهو أن الإنسان سبحان الله يمرض لفترة من الزمن، وهذه سبحان الله مرت كذلك على الإمام أحمد وغيره، يمرض ثم يتعب وكذا ثم يفيق. سبحان الله، يفيق إفاقة سبحان الله، إفاقة غريبة جدا، كان إفاقة وداع، كأن إفاقة وداع. الله أكبر. فسبحان الله انظر إليه الآن هذا اليوم المبارك، كيف أنه يبتدئه بالصلاة ثم التلاوة ثم ذكر الله ثم يلتقي بأسرته وكأنما لحظات أخيرة. نعم. فتظل الصورة الذهنية الأخيرة التي لأبنائه أن والدهم كانت هذه هي الصورة، وآخر كلمات يقولها هي كتاب الله عز وجل. نعم، أنه يقرأ ويتم بحياته بالتلاوات العظيمة. هذه حقيقة من المؤشرات الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني ذلك يعني حسن ختام له، وأن يجعل ذلك يعني متسع في قبره ورحمة له بإذن الله سبحانه وتعالى. رحمه الله. مشاهدي الأكارم، في ختام هذه الحلقة سنطلب من الشيخ حسن سلمان الدعاء للفقيد، ونرجو منكم التأمين لعل الله عز وجل أن يتقبل منا الدعاء ونحن في يوم الجمعة، لعل توافق ساعة الاستجابة، وهذا أقل واجب نقدمه لهذا الأخ. أعزي نفسي أولا، وأعزي الأمة الإسلامية ثانيا، ثم أعزي الشعب الإريتري، وأخيرا أعزي بتكرار وبقلوب مؤمنة أسرته الكريمة وأبنائه الشرفاء الأعزاء الذين نسأل الله تعالى أن يوفقهم أن يسيروا على درب أبيهم في الصدق والوفاء وبذل الجهد،
وبلا شك أنهم متأثرين بوفاته رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل مثواه الفردوس الأعلى، وأن يجمعه مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء، اللهم آمين. والآن نستمع إلى دعاء الشيخ ونؤمن جميعا. جزاكم الله خيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لأخينا أبي شاكر يا رب العالمين. اللهم اغفر له وأرحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزورا خيرا من زوره. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم رافقناه وصحبناه ولا نعلم فيه إلا الخير. اللهم يا رب العالمين اغفر له وارحمه وشفعنا فيه يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره يا رب العالمين. اللهم اجعله في جوار نبيك وصحابته يا رب العالمين. اللهم اجعله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل هذا اليوم المبارك من خير أيامه يا رب العالمين. اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع درجته ومقامه، اللهم ارفع درجته ومقامه يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر له وترحمه يا رب العالمين. اللهم اغفر له وأرحمه وألهم أهله الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، هذا أخوكم برهان يحييكم. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال، ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا، ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال.